السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. انا معكم السلسله ديال الحلويات ديال العيد. جبت لكم واحد البلاطو متشكل، حلوه بدون فرن، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. شكل ما كيشبهك الشكل. نديروها في طبيله ديال نهار العيد البنات، ديال تحميره الوجه. تجي هماويه ورائعه البنات. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. دوزوا لطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم البنات. المقادير اللي عندي كما كيبان لكم هنا، عندي واحد زلافه ديال الجنجلان البنات غنحمصو، وعندي التمره البنات داك اللي تيكون معسل، الا كان عندكم نتوما داك ديال البواطه اللي تيكون جاهز ممكن. وعندي بسكوي اما ماريا واللي عندكم البنات، وعندي الكاوكاو كما كتشوفوا مفسوخ، والشوكولا الكحله والبيضه. وهنا عندي التمر هذاك اللي وريتكم البنات. هنا غنديروا في هاد الكسكاسه البنات يفور في هاد الكاسرونه. وعندي واحد الرابعه ديال كاوكاو البنات غنحمصها حتى هي، درتها في الفران، دهنها في شويه الزيت وندخلها الفران. وجنجلان تا هو درتو البنات في المقيله باش يدقلا معانا. نديرو في داك الحليوه ديال التمره البنات، غنشاركها معكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا معايا دزت معكم البنات باش ما نطولش عليكم. طحنت كاوكاو، وهنا داك البسكويه البنات تا هو طحنته، تيولي عندنا مهرمش على هذا الشكل هذا في الهاشوار باش ما يجيكمش كما قلت لكم هذا الفيديو طويل. هنا النص البنات طحنته مزيان، والنص غربلته بديك الصفايه وخليته غليظ. هذا البنات غنديرو نطحنو باش نخليه هكا عقد جاريه. نديرها في الشوكولا البنات، وهذيك ممكن نخلطها بالعسل والكوفيتير باش نخلطها. باش ما بغيتو راه نشاركها معكم في وسط لا فيديو. هنا نفسخ هذاك الكاوكاو من حندو باقي سخونه البنات، ونحيد ليه القشره ديالو. النهار شاركت معكم هذا الفيديو في الليل، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تقبلوا على التصوير. هنا جيت في ديك الهاشوار غنطحن ديك الرابعه ديال الكاوكاو اللي عندي، غنطحنها البنات مزيان، وكنزيد كما كتشوفوا معايا كنطحنها ونعاود نزيد حتى تيولي عندي عقده داك الكاوكاو. بغيتو انا يكون مطحون مزيان تيطحن. هنا البنات راه غنزيد فيه شويه ديال البسكوي ونعاود نطحن، وزدت فيه واحد المعلقه ديال الزيت باش يتعلك ليا مع ديك الكاوكاو باقي سخونه البنات. بغيت واحد التعليكه هنا تجي معلكه. وغنزيد ليه هنا واحد المعلقه ديال سنيده باش تجي عندي ديك العقده البنات. منين نبغي نكركب داك الكاوكاو يتجمع ليا بسهوله. كما كتشوفوا معايا قلت لكم هاد الحليوه بدون فرن كتجي رائعه وكتجي هماويه البنات. ندوز معكم الشكل الاول. انا عندي هاد المولات ديال البنات ديال الصابلي، كنخدم بهم الصابلي بريستيج، وغنخدم معكم فيهم عندي واحد غارق، وواحد كنخدم به ديك التزيين ديال الصابلي. هنا دزت في هاد الموله البنات كندير نص معلقه في كل اطار. هاد المول عندي طويل هكا فيه هاد الشكل على شكل التشكيل اللي كيبان لكم. وهنا غنزينوا البنات بالمكسرات والورد. نتوما زينوا باللي بغيتي، ممكن تخليها هكاك وديروا فوق البافو. انا زينتها بداك الورده البنات، الورد البلدي. راه هنا التصوير ما عطاش حقه مع صورتها معكم بالليل البنات. تنزين بالليل كما كتشوفوا معايا كندير شويه ديال الورد البلدي البنات في كل اطار، كندير شويه، وكندير شويه ديال اللوز وشويه ديال الزبيبه. انا عندي، نتوما زينوا باللي عندكم. انا زينت واحد نص لوزه والزبيبه البنات، هذاك الالوان صفر وموف كيعطينا شكل غزال. وداك العقيق ديال الحلويات عندي بالصفر البنات كنرشو حتى هو كيعطي واحد اللمعه البنات لهاد الحليوه كتجي رائعه كما تشوفوا معايا. هنا البنات هذه غندخلها للثلاجه تبرد واحد 5 دقائق ونعاود نتلاقى معكم. هنا البنات راه بعد ما بردت راه تتماسكت، كنحيدها بسهوله البنات. وفي نفس الاطار اللي شويه عندي غارق على هذا غنزينها مزينه كما قلت لكم راسها الراسه، كنزينوها منها فيها. هنا دزت البنات بعد ما حيدتها كاع نحيدها من هنا. دزت عندي داك الشوكولا كالا ذوبتها مزيان، درت واحد 20 حبه، ودرت واحد فاني كنسم انا هاد الشوكولا. وكنضيف 3 المعالق ديال كاوكاو مهرمش، وجوج معالق ديال هيرنيس، وكنديرهم في هاد الزليفه البنات تنخليها شويه جاريه. وتندوز ندير معكم في هذا الاطار كل مول كندير فيه معلقه مع امراش في كل مربع. هذا المربع اللي عندي نتوما طويل، وانتم زينوا باللي عندكم البنات. تنديرهم هكا تيتماسكوا، ندير عليهم داك الشوكولا اللي زينت في الاول قبل ما يبردوا البنات، باش ملي نجي نديمو لهم يتحيدوا ليا بسرعه. شوفوا البنات الشكل ديالهم مني دخلتهم الثلاجه بردوا، الشكل ديالهم تيجيو فينين البنات. هنا عندي هذا الاطار ديال القليبه البنات تا هو عمرته، ودزت معكم من هنا داك الكاوكاو اللي عندي، ضفت داك الباني كنكه بيه.
وهنا العسل البنات ذوبته، واحد نص كاس ديال العسل، وهنا داك هيرنيس وكاوكاو تنعسهم مزيان البنات حتى تيتخلطوا لي، وتندوز نديرو في داك المول ديال القلب. كنزين داك درت الشوكولا لتحت، وهنا تنزين بالكاوكاو وداك الهيرنيس البنات بعد ما جمعتها هذيك درتها جاريه، وهنا البنات درتها عاقده، والثانيه غنجمع البنات بالكوفيتير الثالثه. وكيما من بعد ما عمرتها البنات هاد المول ديال القلب كاع اللي عندي، تندوز الاطار تاني من اللور، تندير شويه الشوكولا البنات، كيجيو الشوكولا في الوسط في التحت، وتيجي الكاوكاو في الجناب البنات. كيجي هاد المول غزال البنات، كيخرج لنا واحد الحليوه رائعه. هنا راه دخلتها البنات تتماسكت. هنا وشوف داك القليب كيجي رائع البنات. تزينوه بالشوكولا من الفوق وتخليوه سامبل حتى هو تيجي رائع البنات. كما قلت لكم هاد الحليوه بدون فرن توجدوها في غدا في الطبيله ديال العيد البنات. دزت معكم هاد الاطار تا هو البنات، هاد المول الداير. تندير الشوكولا الكحله، تندير واحد نص معلقه البنات، وانتم تزين تيبقى لكم اختيار يزينوا باللي بغيتو، ممكن تكتفيو غير بالمول اللي عندكم. هنا البنات تنضيف واحد نص معلقه في كل دائره، كنضيف واحد نص معلقه ديال الشوكولا الكحله، وتنخبطها البنات باش تماسك ليا ونخليها. وهنا داك الكاوكاو اللي تبقى ليا البنات اللي عمرت به القلب، غنعمر به هاد المول الداير تا هوايا، ودرت الشوكولا لتحت. بعد ما تماسك ليا نزيد الشوكولا نغطيها تا هو. كنسرع عليكم لا فيديو البنات باش ما يجيكمش هاد لا فيديو طويل. هي البنات بعد ما تماسكت شو الديكور ديالها كيجي رائع، تيجي الشكل ديالها هماويه البنات. وانا تزينوها الوسط بالكراميل. هما البنات بعد ما ديموليتي محيتهم الموش الشكل ديالهم كتيجي رائع. هذيك القلب وهذيك الدائره وهذيك اللي طويله داك الاطار اللي درتها بالمكسرات. هنا البنات باش ما نطولش عليكم، هاد المول اللي عندي داك الكاوكاو اللي تبقى ليا رشيت هاد المول بسميتو رشيتو بالشوكولا البيضاء، درت خطوط فيه وعكستهم، وجيت لداك الكاوكاو اللي تبقى ليا نعمر به تاني هاد الاطار، نختلفو شويه نبدلو الشكل تاني. كان غير دوك الخطوط ديال الشوكولا بدلوا لنا الشكل لهاد المول. هو راه نفس المول ونفس العجينه البنات، غير اختلفنا غير في الزواق. هنا السبع البنات بعد ما عمرتهم تندير لهم الشوكولا من اللور وندخلهم الكونجيلاتور واحد 5 دقائق البنات، راه تيكونوا واجدين. تنفينيهم انا قبل ما ندخلهم. هنا دزت البنات كنزينهم، درت شويه الشوكولا الذوب مع العسل، وعطاتنا على شكل كراميل البنات. اللي عندكم كراميل زينوا به. هنا زينت لي ديك الحفيره اللي عندي، زينت هذاك الاخرى، هذيك اللي درت الكحله، وهذه اللي فيها الخطوط بالبيض. التزيين تيبقى اختياري، تزينوا باللي عندكم البنات. انا زينت بهم. هنا داك الكاوكاو اللي عندي البنات درت ليه شويه القرفه، واحد المعلقه ديال المزهر، ودرت واحد 2 معالق تاع جنجلان، وغنمعسهم هنا. وتنضيف واحد نص بانيه البنات كتعطينا داك المذاق لهداك التمر اللي عندي. هنا التمر داك اللي فورت معاكم راه هو هذا داك الشويه اللي وريتكم فورته، وتنعسو مزيان البنات باليد ديالي حتى تيتخلط. وهنا تنجي ندير واحد الحرب 2 حرابله البنات، وتنفندهم في داك الزنجلان، ممكن نتوما كاوكاو تنديرهم البنات مع ديك الحلوه ديال الساقيه. تندير لهم هاد الشكل هكا، وتنجيب ديك العصا ديال الشيته اللي عندي ديك اليد ديالها، كندير بها واحد الحفيره الوسط، وغنعمرها البنات بالشوكولا البيضاء، ونزينها بالشوكولا الكحله ديك الحلوه الساقيه المعروفه البنات حتى هي بدون فرن. هناك شويه اللي تبقى لي ديال التمر تا هو زينتو هكا، درتو حريبلات وندير في كويغطات البنات. هنا دزت ندير اللي مذوبه الشوكولا البيضاء البنات، ونعمر ديك الساقي اللي درت ديال الكاوكاو، ودرت واحد الزين بسيط، درت البرا البنات، ودرت ليها واحد الخطوط هكا، ودرت ليها داك الصفاق ديال الملفيه. هنا راه بعد ما بردات وقطعتها هكا على هذا الشكل هذا، راه الشكل ديالها البنات تجي رائع. وهنا داك اللي تبقاو ليا دزت نديرهم في الشوكولا الكحله كما كيبان لكم. هنا دزت داك التمر اللي بقى ليا مرمتهم في هاد الشوكولا كحله ودرتهم في كويغطات. وداك الكاوكاو تا هو اللي غيتبقى ليا البنات راه غندير ليه نفس الشكل هكا، غنجمعو تا هو وندير لهم. هنا درت لهم داك البير الميسيل البنات. هنا كما كيبان لكم داك الكاوكاو اللي تبقى لي، دوك المكسرات والزبيبه البنات، وجدت واحد 2 معالق ديال الكوك، وجدت الكوفيتيره البنات ديال المشماش. وغنجمع هاد التعليكه اللي عندي، هذوك المكسرات اللي عندي جمعتهم على هاد الشكل هكا، وغنديرهم كويرات صغيورين، ونديرهم داك الكويغطات اللي عندي نحربلهم هكا كويرات صغيورين. كاع دوك المكسرات اللي تبقى لي الزنجلان كلشي هنا غندير في الكحل البيضه البنات
باش ما نطولش عليكم. ذوب ديك الشوكولا البيضاء وتنجي ندير شويه في الاطار لتحت وتنكب عليها معلقه البنات. تيجي داك ديال المكسرات ودرت واحد الليبره درت فيها شويه شوكولا كحله ودرت واحد الخطوط عاكستهم البنات بالكحل باش يعطيونا الشكل ديالهم هكا. ها البلاطو البنات بعد ما كملناه وديموليناه شو شكل ما جا كيشبه الشكل. هاد الشكل اللي درت فيه هاد الخطوط جا على هاد الشكل هذا. هادي ديال الكاغطا البنات اللي درت ليها هاد الزين. هذا درت ليه هذاك بحال الكراميل البنات في الوسط. هنا داك التزيين البسيط اللي درت لها هذيك القليبات درت لهم الشوكولا والاخرين خليتهم سامبل. وهذه البنات درت ليها داك كما قلت لكم دوك العقيقات في الوسط. نتمنى هذا البلاطو ينال الاعجاب ديالكم وتنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينين والدعم ديالكم ليا. نتمنى هذا البلاطو ينال الاعجاب ديالكم. ديروه في طبيله ديال العيد هماوي البنات كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق كما قلت لكم الشكل ما يشبه الشكل. وتنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه والدعم ديالكم ليا. الا بقيتي اختي لهذا الفيديو ما تنسينيش بواحد التعليق وبواحد جيم. تنقول لك شكرا على المتابعه وتبارك الله عليكم وعشر مبروك. نتمنى تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو. وشكرا على المتابعه مره اخرى.